اهلا بيكم. اتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض احلى حاجه ممكن تتاكل في الجو البرد ده. هنعمل مع بعض شوربه العدس. هنعملها بطريقه جميله جدا. انا واثقه مليون المية ان انتوا هتعتمدوها بعد كده من طعمتها ومن جمالها. شوربه العدس من الاطباق البسيطه جدا، بس لما تعمليها مظبوط هتطلع معاكي من احلى الاطباق. اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديدة. ويلا نسمي بسم الله ونشوف احتاجنا ايه. انا كان معايا هنا نص كيلو من العدس، طبعا غسلاه ومصفياه كويس. وكان معايا هنا طماطمايه مقسماها 4 تربع زي ما انتوا شايفين كده، وكمان شايلة منها الجلدة بتاعتها او القشر بتاعها. ممكن تحطيها في مية مغلية على طول وتشيليها هتقشريها على طول. وكان معايا بطاطساية متوسطة وبصلاية مقطعاها، وحوالي 4 فصوص من الثوم. وكان معايا 3 جزرات يعني متوسطين الحجم. وكان معايا هنا كمون وملح ومكعب ماجي للي بيحب يضيفه واللي ما بيحبش عادي. وكان معايا شوية فلفل اسود او ربع معلقة فلفل اسود. هنا بالنسبة للشعرية انا كان معايا اقل من نص كوباية شعرية. وكان معايا معلقتين سمنة كبار. نبتدي بقى نحضر العدس. طبعا هجيب حلة وهحطها على النار وهحط فيها العدس زي ما احنا شايفين كده، وهنزل عليها بباقي المكونات بالجزر والبطاطس والبصل والطماطم والثوم زي ما انتوا شايفين. وهنزل عليهم بمية سخنة مغلية لحد ما اغطي العدس بالخضار اللي احنا حطيناه عليه، البطاطس والبصل والثوم والجزر. هغطيهم خالص واتاكد ان انا غطيتهم. هنزل بقى عليهم بنص معلقة من الكمون. وهنا لو حابة تضيفي كمون حصى مفيش مشكلة. وحطيت عليهم اقل من ربع معلقة فلفل اسود. وهنا طبعا كان ابتدى اول غلوة، ببتدي ان انا اشيل من عليه الريم او الرغاوي اللي بتبقى عليه دي. كده كان ابتدى ان هو يدخل في السوا. كل شوية بناخد بالنا نشوفه علشان نشوف المية بتاعته كويسة ولا لأ. وهنا ضفت مكعب الماجي. وهنا كان استوى معايا. شايفين الجزرة اتهرت ازاي بقت مستوية خالص. وبرضو البطاطس والبصل خلاص ما بقاش باين. هسيبه برضو شوية على النار يكمل كده بقيت سوا. وفي الوقت ده هكون انا بحمص العيش اللي هعمله للشوربة. حطيت يدوب اقل من نص معلقة سمنة وهبتدي ان انا اقلب فيها العيش. الكمية طبعا اللي انت عايزاها هتعمليها او اللي انت محتاجاها. هقلبه لحد ما يتحمص معايا زي ما شفنا كده. وهنا كان خلاص العدس استوى معايا. في الخطوة دي انا كنت طفيت عليه. هسيبه يهدى بس شوية وابتدي بقى ان انا اطحنه او اضربه. طبعا ممكن نحطه في الخلاط في شفشق الخلاط ونضربه. شايفين كانت مهروسة معايا. وممكن نضربه بالهاند بلندر كده زي ما احنا شايفين. اهم خطوة لو انت هتحطيها في شفشق الخلاط تتأكدي ان هو برد او بقى دافي، يعني اقل حاجة ان هو بقى دافي. هضربه كويس زي ما انتوا شايفين كده وهخلي القوام بتاعه يكون ناعم معايا. اتأكد ان كل حاجة اتضربت معايا او اختلطت معايا وبقت ناعمة خالص. وكل واحد طبعا على حسب ما بيحب، ان هو ممكن في ناس بتحب تكون الشوربة تكون خشنة شوية مش ناعمة. ده القوام بتاعي. هنا بعد ما اتأكدت ان هو بقى ناعم انا كده شغلت عليه البوتاجاز تاني. لحد كده احنا عملنا شوربة العدس التقليدية عادي جدا. هنحضر بقى مع بعض الحاجة اللي هتخلي طبقك مميز جدا. احنا هنا خدنا معلقة سمنة وهنزل عليها ببصلاية فرماها ناعم. السمنة بس تسيح معايا. هنزل اهو عليها بالبصلاية. بصلاية متوسطة او صغيرة احنا عايزينها بس بجد بتفرق جدا في الطعم.
بتغير الطعم معايا وبتخلي طعمها جميل جدا. طعم شوربة العدس بيخليها فعلا تحفة. هحمرها معايا زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزة بقى احمرها ولا اصفرها، انا عايزاها يدوب تبقى شقرة كده او يدوب مصفرة كده زي ما احنا شايفين، علشان انا مش عايزاها تبان في العدس او تغير لون العدس. شايفين الدرجة دي؟ خلاص كده. طبعا هنا العدس انا مشغله عليه النار زي ما انتوا شايفين لونها كده. هبتدي ان انا انزل بيها على العدس. شايفين لونها يدوب ابتدت ان هي يدوب تصفر كده معايا. يدوب اول ما لونها ابتدى ان هو يغير خلاص رفعتها من على النار وهنزل بيها على الشوربة زي ما انتوا شايفين. هخلي بس منها معلقة للتقديم في الاخر، وهقلبها مع بعض كده. هخليها تاخد غلوة مع العدس مع الشوربة كده على النار، وهسيبها. وفي الخطوة دي هحضر الشعرية. هنزل بقى في طاسة فاضية بمعلقة السمنة التانية اللي معايا على النار، وهنزل عليها بربع كوباية الشعرية اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. يدوب ربع كوباية او اقل من نص كوباية. ما بحبش احط له شعرية كتير، او هو الصح ان المفروض شوربة العدس ما يتحطلهاش شعرية كتير، او هي اذواق يعني. في ناس بتحب الشعرية فيه كتير، بس الصح ان المفروض الشعرية تكون قليلة. هحمرها وانا هنا بحب اخلي لون الشعرية تحمر معايا، علشان لو خلينا لونها فاتح مجرد ما هنحطها في العدس او في الشوربة حجمها هيتضاعف. انتوا عارفين المكرونة او الشعرية لما بنسلقها بتتخن معايا الشعرية او المكرونية هنلاقيها تخنت. فالشعرية المفروض ان احنا هنا بنحمرها، بنخلي لونها يحمر علشان لما احطها حجمها ما يزيدش قوي في شوربة العدس. وما تخافوش لونها مش هيبقى غامق في الشوربة، لان طبعا لونها بيفتح مجرد ما بتنزل في الشوربة. هننزلها بقى زي ما احنا شايفين كده، وشايفين لونها. لون الشعرية محمر. ما تخافيش وتقولي هتبقى عاملة زي المحروقة، بس احنا مش حارقينها، احنا يدوب محمرينها، بس محمرينها زيادة شوية. وهي مجرد ما هتتحط في العدس لونها هيفتح. زي ما انتوا شايفين انا زودت هنا حوالي نص كوباية مية لان العدس كان تقيل جدا. وهقلبه. طبعا الشعرية مش بتاخد وقت خالص في السوا، يدوب اقل من حوالي 3 دقايق وتكون الشعرية استوت معايا. طبعا انا هنا لسه مظبطتلوش الملح بتاعه. احنا حطينا مكعب مرقة واحنا بعد ما ضربنا العدس. هنا بقى هزود بقية الكمون وبقية الملح، هظبط الملح معاه. وبكده نكون عملنا احلى طبق شوربة عدس في الجو الساقع ده. بجد جميل جدا ومفيد جدا وبيدفي جدا في التلج اللي احنا فيه. اتمنى ان انتوا تجربوه، وانا متأكدة جدا ان هو هيعجبكم، وتقدري بقى تقدميه وتاكليه بالطريقة اللي انت تحبيها. اتمنى ان انتوا تجربوا طريقتي، ولو عجبتكم ما تنسونوش في اللايك والشير. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديدة. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.